السلام عليكم. النهاردة مهمة روتينية عادية بالنسبة لي، مهمة تأكيل التماسيح، بس ممكن بالنسبة للناس ما تكونش سهلة أوي. طبعا التماسيح دخلت علبة المية زي ما حضراتكم شايفين، مش عايزين يطلعوا، وانا حاطط لهم الأكل برا. فطالما في المية مش هيشوفوا الأكل، وممكن الأكل يبوظ ويفسد. تمام. طالما هما في المية مش عايزين يطلعوا، فانا طبعا بروح بتدخل في الموضوع، اطلعهم كلهم عشان ياكلوا. طبعا انا بحط لي في العلبه معرض، وواحد يروح قفشك عضك مش عارف، بس الكلام ده فضلا ما بياكلش معانا. هو يعني شغلانتنا كده، والحمد لله بفضل الله وفاهمهم. ورغم ذلك هم يعني ما زي ما انتم شايفين ما فيش اي اذى ولا اي حاجه، بس لازم اطلعهم عشان ياكلوا. الاكل اللي بياكلوه بيبقى لحوم فراخ نيه وفيشش وكبده وكلام من ده. واحسن حاجه اليوم طبعا في الاعمار الصغيره زي كده بيبقى اكيد طبعا سمك، ولو حي يكون احسن حاجه. لا كلمني على الميه. التماسيح غالبا بتفسد الميه زي ما حضراتكم شايفين في وقت قصير جدا.